هل عمرك سألت نفسك إيه اللي بيوجع النرجسي فعلا؟ وليه الشتيمة والفضايح ساعات ما تهزهوش؟ النهاردة هنتكلم عن مفاتيح قوية جدا، لو طبقتها هتسحب البساط من تحت النرجسي وتسترد هدوءك وكرامتك من غير صراخ، من غير حرب. هتعرف إزاي تكسر النرجسي وتبوظ له المسرحية بتاعته. أعزائي المشاهدين مصريين وعرب في كل مكان، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن مسرحية النرجسي اللي طول الوقت بيمثلها عليك وعايش فيها دور البريء، وهنعرف إزاي ندمر النرجسي بكل سهولة. النرجسي طول الوقت لابس قناع القوة، الكمال، الذكاء، النجاح، لكن في الحقيقة من جواه هش جدا، فاضي. هو محتاج تسقيف وانبهار طول الوقت، زي بالظبط ممثل على المسرح. لو الجمهور سكت وما سقفش، الممثل ده بيتكسر داخليا مهما كان ممثل بارع. النرجسي مش بيتأثر بالسب والشتم ولا حتى الفضايح. هيعرف يبرر ده كويس، يلبسك تهمة ويراوغ كمان. هيقلب الترابيزة عليك وتطلع انت الغلطان. لكن اللي يكسر النرجسي فعلا هو لحظة ما يحس ان تأثيره عليك اختفى، اللحظة اللي يحس فيها ان هو فقد سحره، ان عصر ملكه وسلطانه عليك انتهى. تجاهله تماما، مش بس بالصمت، لا، ده كمان تشيله من حساباتك، تبطل تربط حياتك بيه، تبطل تفكر فيه او تنتظره. كمان لازم ما تردش على الاستفزاز بتاعه، ما تدخلش اللعبة معاه. حاول تقطع التواصل معاه نهائيا لو تقدر، او تقلله جدا. خلي كلامك معاه مختصر، والإجابات يا يا لا وبس، ومفيش حوار ولا نقاش بينك وبينه. كمان حابب أعلق على أشهر لعبة من ألاعيب النرجسي، وهي الصمت العقابي. الصمت العقابي ده أجمل هدية من النرجسي. النرجسي فاكر إنه لما يسكت ويتجاهلك هو كده بيعاقبك، فاكر إنك هتتجنن وإنك هتجري وراه وتستعطفه عشان يكلمك. لكن الحقيقة إن الصمت العقابي ده أجمل حاجة ممكن يعملها معاك النرجسي من غير ما يقصد، لأن وقت الصمت العقابي ده بيريحك من الطاقة السامة اللي ممكن يزرعها فيك بالكلام والتقليل واللوم المستمر. وقت الصمت العقابي ده فرصة ليك، فرصة انك تسمع صوتك الداخلي، فرصة انك تفكر براحة، فرصة انك تستعيد قوتك بعيد عن اي تلاعب، بعيد عن الضغط النفسي اللي طول الوقت حطك فيه. هو شايف نفسه بعاقبك، لكن هو من غير ما يعرف بيديلك مساحة للتعافي، مساحة تسترد نفسك تاني. وصدقني، كل مرة بيمارس الصمت العقابي معاك هو كده بيقصر المدة اللي يقدر يأذيك فيها. يعني شخص كل ما يتكلم معاك يسممك بالكلام ويهد فيك. كلامه زي سم العقرب، بيغرسه في جسمك وعقلك كل ثانية. ولما يقرر يسكت وما يكلمكش، ازاي يعني يكون ده عقاب؟ ده أجمل هدية بيقدمها لك. نرجسي عامل زي النار، عايز حطب طول الوقت عشان يفضل والع. ما تدهوش وقود. لما يبالغ في إنجازاته ما تسمع لهوش، ولو سمعت ما تنبهرش. قابل كلامه بهدوء وقول عادي. سامحه وسيبه. التسامح هنا مش ضعف، ده إعلان قوة، إعلان بتقول فيه أنا أكبر من اللعبة بتاعتك. سامحه مش علشانه، علشانك. سامحه علشان تقدر تكمل حياتك، لأنك لو مش هتسامح كده علقت حياتك ومنتظر تنتقم. هتلاقي حياتك ضاعت وعمرك اتسرق منك، وياريته اتسرق في حاجة مفيدة، اتسرق في معركة كلها أوهام. كبر دماغك منه، انت أكبر من إنك توقف حياتك علشانه. عيل غلط فيك ومشي، سامح لكن ما ترجع لهوش تاني. أقوى ضربة ألم تديها للنرجسي هي نجاحك من بعده. كل خطوة لقدام، كل إنجاز، كل ابتسامة، كل حلم بتحققه،
بتثبت له إنه ما كانش له لازمة في حياتك. كأنك بتقول له أنت كنت معطلني، لأنه عايش في وهم إنه لما يبعد عنك حياتك هتتدمر وأنت من غيره بائس. اثبت له إنه غلطان. واجه النرجسي بسلوكه، افضح لعبته. يعني لما يستخدم معك أسلوب الجازلايتنج قل له أنت بتحاول تشككني في الواقع. أو لما يستخدم معك أسلوب الترانجوليشن قل له أنا فاهمك، أنت عايز تسيطر. وبعدها انهي مع الحوار وارفض أي نقاش. فهمك وهدوءك بيرعبه وبيعريه قدامك. النرجسي يقدر يتحمل الكره، لكن ما يقدرش يتحمل اللامبالاة. يعني مثلا انك تشوفه تعبان وما تجريش عليه تنفض له، ده بيهد من جواه. اياك تتفاعل معاه الا للضرورة وبس. كمان ردودك عليه مختصرة وواضحة. لا يعني لا، واضحة من غير شرح. يعني لما يجي يحاول يتفاهم سيبه يتكلم وما تسمعش منه. ارفض اي تفاهم معاه حتى لو قالك هتغير. النرجسي عمره ما هيتغير حتى لو شافك ميت قدامه. مش هيفرق معاه ولا هيهز شعره منه. حط حدود واضحة بينك وبينه. حدودك يعني انت بتحترم نفسك. اياك تسمح له يتعدى حدوده معاك. قل له تحترمني هحترمك، وكل تجاوز حدود منه مقابله عقاب، انسحاب بأدب ورد مناسب. نرجسي ما بيتهزش بالشتيمة، لكن بيتكسر لما يفقد سلطته عليك. بيتدمر لما بتقطع خيوط اللعبة وتبقى حر. سيبه يحتفل بانتصاراته الوهمية. ما تشغلش بالك ان انت ترد على كل كلمة وكل اتهام بيوجهه ليك. هو ما يفرقش معاك اصلا، ورأيه ملهوش لازمة. ما تدخلش معاه في معارك، مش كل معركة تستاهل سيفك. انت اكسب سلامك النفسي وسيب عايش في اوهامه. احنا مش هدفنا نهين حد، هدفنا نفك السيطرة المؤذية. لما تبطل تديله وقود المسرحية هتقف. وياريت تقولي في التعليقات ايه اكتر نقطة حسيت انها لمستك. ولو الفيديو عجبك شاركه مع حد محتاج يسمع الكلام ده. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.